بعد تقريبا كده 3 سنين من صناعة المحتوى على اليوتيوب بالموبايل، انا قررت اشتري كاميرا. وفي الحقيقة بقى قرار الانتقال من الموبايل لكاميرا بالنسبة لي ما كانش سهل نهائي، وده لاني طبعا كنت شايف ان الموبايل مفيش اسهل منه. يعني اخرك بس يوم ما تتمعظم في الاستعدادات كده تحطه في الشاحن بس شوية قبل التصوير وهوبا يلا بينا هنصور. انما بقى عالم الكاميرات بالنسبة لي كان واسع قوي بصراحة، يعني اشكال والوان من الكاميرات واشكال والوان من العدسات واعدادات كتير قوي قبل التصوير وليله كبيره قوي سعادتك. انما لما لقيت كاميرا هتديني نفس الهوبا يلا بينا انا اشتريت بصراحه. ومعانا النهارده الكاميرا الاصغر والاسهل والاسرع في صناعه المحتوى، دي جي اي اوزمو بوكيت 3. انبوكسنج سريع ونرجع تاني. دي جي اي اوزمو بوكيت 3، والنسخه اللي معانا النهارده هي الكرييتور كومبو، بيكون معاها شويه اكسسوارات زياده عن النسخه العاديه زي ما هنشوف دلوقتي. واول ما هتفتح العلبه بقى هتلاقي شنطه جلد كده في الشياكه منه لما العده كلها، وبصراحه متقسمه من جوه تقسيمه رايقه قوي، يعني واخده الاكسسوارات كلها بطريقه منظمه جدا. وتعالى بقى نشوف الشنطه دي بيكون جواها ايه. وطبعا اول حاجه معانا هي الكاميرا. يعني بص، مهما كنت شفت لها فيديوهات على الانترنت بس احساسها في ايدك مختلف تماما، قد كف الايد يا جماعه. وخلينا بقى نحطها على جنب دلوقتي كده ونشوف باقي العده. هتلاقي عندك مايك وايرلس دي جي اي الاصدار الثاني، وهو نفس النوع بتاع الكاميرا بالظبط، فبالتالي هيربط معاها اوتوماتيك اول ما تشغله. وهتلاقي عندك كمان 2 قطع اكستنشن بيتركبوا على الكاميرا، واحده كبيره وواحده صغيره. ودي القطعه الكبيره وهي عباره عن بطاريه اضافيه بتتركب للكاميرا عشان لو يومك طويل شويه بره البيت. ودي بقى الحته الصغيره اللي معانا وهي عباره عن قطعه بتتركب في الكاميرا عشان لو هتحطها على ترايبود قدامك وانت بتصور. وكمان بيكون فيها مدخل تايب سي عشان لو حابب يعني تشحن الكاميرا وانت مركب القطعه دي. وكمان ممكن تستخدمه في انك توصل مايك خارجي من عندك، وبتتركب على الكاميرا بالطريقه دي وبيكون ده شكلها. وكمان بيجي بقى مع نسخه الكرييتور كومبو الترايبود الصغير ده عشان لو حابب تثبت الكاميرا على الترابيزه قدامك وانت بتصور. وهتلاقي كمان عندك قطعه صغيره مستخبيه في الشنطه كده، ودي عباره عن عدسه وايد انجل بتديك صوره اوسع، وبتتركب على الكاميرا ماجنتيك بمنتهى السهوله زي ما انت شايف كده. كيبل شحن تايب سي للكاميرا والمايك، بس هتحتاج تشتري له راس لان هو بيجي من غير راس، بيجي لوحده كده. وهتلاقي الكيسه الصغيره دي بيكون فيها حاجتين مع بعض كده. القطعه الاولى هي الحته الفرو دي بيسموها الديد كات، ودي بقى حته بتتركب على المايك لو هتصور في مكان فيه هواء، وتركيبها على المايك بيكون سهل قوي زي ما انت شايف كده، وبصراحه شكلها روش جدا. والقطعه الثانيه بقى هي العلاقه اللي قدامك دي، بتركبها على الكاميرا وتشبكها في ايدك عشان لو بتتحرك كتير وانت بتصور. وبعدين هتلاقي بقى عندك الحته الصغيره دي، ودي حته عالميه بصراحه، ودي قطعه مغناطيس كده بتتركب على المايك عشان يعني لو لابس حاجه مقفوله مش عارف تشبك المايك فيها. وعلى فكره قويه جدا جدا، يعني مستحيل تقع وانت لابسها، بتكلبش في المايك حرفيا. طيب دي كده كانت كل حاجه موجوده في الشنطه، بس هل كده احنا خلصنا؟ فاضل بس حاجه واحده هنلاقيها جوه العلبه، وبصراحه بالنسبه لي دي اهم حاجه في القصه كلها يعني، وهي الكيس اللي انت هتبيت فيها الكاميرا وانت مش بتستخدمها او حاططها في الشنطه. وخامتها محترمه جدا بصراحه، وكمان هتلاقي فيها مكان للعدسه عشان تكون معاك في اي وقت وجاهزه للاستخدام. وبتبيت فيها الكاميرا بالشكل اللي انت شايفه ده علشان تحميها من كل الاتجاهات. لا وكمان تقدر تشبك فيها المايك كده عشان يبقى في الاخر الكومبو كله جاهز على بعضه، تقدر تاخده معاك في اي مكان. ودي كانت كل محتويات العلبة، وتعالى نرجع نكمل كلامنا. خليني ابدأ معاك الفيديو بسؤال: هل الكاميرا دي تستاهل فعلا انك تبدلها بالموبايل، ولا هي بس مجرد رفاهية وان احنا يبقى شكلنا بروفيشنال وجامدين ومعانا كاميرا احترافية وكل الكلام ده؟ بص، انا هجاوبك على السؤال ده من خلال تجربتي العملية في تصوير المحتوى لمدة 3 سنين، وهقول لك بقى ليه اصلا قررت اشتري كاميرا وليه اخترت الكاميرا دي بالذات. رقم 1: سهولة الاستخدام. بص خليني اكون صريح معاك، الموبايل هو اسهل اختيار للتصوير. انت بتحط التليفون قدامك وتدوس تسجيل وتبدأ تتعامل، وهو ده بقى اللي خلاني اقعد 3 سنين بصور بالموبايل. مش عايز ادخل نفسي في حتة كعبلة الكاميرات البروفيشنال، ولكن بصراحة وبأمانة يعني الكاميرا دي ادتني نفس احساس السهولة اللي انا كنت بلاقيه في الموبايل. تحط الكاميرا قدامك، تلف الشاشة، شكرا، انت جاهز تصور بدون اي استعدادات مسبقه. وعلى ذكر الشاشه بقى، دي من اهم العوامل اللي خلتني اشتري الكاميرا دي. انت دلوقتي علشان تصور اي فيديو بالموبايل بجوده عاليه فانت اكيد لازم تصور بالكاميرا الخلفيه، فانت بالتالي بتبقى شايف ظهر الموبايل وانت قاعد بتصور. انت مش متخيل كميه المعاناه اللي انا كنت بشوفها عشان بس اغير مكان حاجه في الكادر اللي انا قاعد بصور فيه. انا كنت بفضل رايح جاي مليون مره ما بين شاشه الموبايل والحاجه اللي انا بحركها في الكادر علشان بس اشوف هل هي اتظبطت جوه الكادر ولا لا. ولو كنت هصور فيديو وانا واقف قدام الكاميرا وبتحرك كنت بحط خطوط في الارض
علشان ما اخرجش بره الكادر، ما انا مش شايف حاجه بقى. ولكن تجربه التصوير وانت حاطط قدامك شاشه شايف نفسك فيها، انا كنت مفتقدها بصراحه. هو انا معاك ان الشاشه تعتبر صغيره شويه، بس انت شايف نفسك فيها كويس قوي يعني. انت برضو مش متخيل دي حاجه مفيده ازاي. وطبعا لو هتصور بقى نفسك شورت او ريل وانت بتتكلم في الموبايل، ساعتها بيبقى عندك اختيارين: يا اما تصور نفسك كده بالكاميرا الاماميه للموبايل علشان تشوف نفسك وانت بتتكلم وساعتها بتخسر الجوده، او تلف الموبايل وانت ماسكه وتصور بالكاميرا الخلفيه وانت ونصيبك بقى. انما بقى هنا مع الكاميرا دي انت مفيش الكلام ده، انت شايف نفسك ظابط نفسك في الكادر واخد اعلى جوده. وتالت سبب بقى خلاني اشتري الكاميرا دي فعلا هي اختيارات التصوير. من الاخر كده الكاميرا دي حاطه نفسها في النص كده، في منطقه ما بين الموبايل وما بين الكاميرات البروفيشنال. لو انت عايز تروح لمنطقه الموبايل وسهوله استخدام الموبايل، هتحط الكاميرا قدامك، دور، صور وتعامل. انما لو عايز بقى تروح لمنطقه الكاميرات البروفيشنال وتظبط كده كل حاجه بايدك وعلى مزاجك، تعالى لي بقى. مبدئيا كده لو سحبنا الشاشه من تحت لفوق، هتلاقي عندك اختيارات جوده التصوير اللي هي بتبدا معاك من فول اتش دي 1080 وبتوصل لحد 4K 60 فريم في الثانيه. واظن يعني ان انت مش محتاج اكتر من كده على السوشيال ميديا ايا كان المنصه اللي انت بتنشر عليها. طب لو سحبنا بقى كده من اليمين للشمال، هتلاقي عندك فوق كده كلمه برو، وكده انت دخلت في سكه الكاميرات البروفيشنال. هتلاقي عندك بقى معلم الاكسبوجر والايزو والفوكس والوايت بالانس. كل حاجه من دي بقى لما هتيجي تدخل عليها هتلاقي عندك اختيارين: اختيار الاوتو واختيار المانيوال. لو انت واحد بتحب تريح دماغك وما بتحبش الدوشه، هتلاقي عندك وضع الاوتو هيظبط لك كل حاجه في المشهد اوتوماتيك. ولو انت واحد بقى بتحب تظبط كده كل حاجه على مزاجك، هتلاقي عندك وضع المانيوال اللي بيديك امكانيه التعديل في كل جزئيه تخص التصوير والاضاءه. ولو انت بقى حد محترف بزياده كده ومن الناس اللي بتحب تلون فيديوهاتها بعد ما تخلصها، هتلاقي عندك وضع الديلوج، وده بيديك مساحه كبيره جدا في تلوين الفيديو في مرحله المونتاج حسب بقى المود اللي انت عايز في الفيديو. ولو انت بقى مش فاهم اللي انا بقوله، فكك يا معلم، هتلاقي عندك وضع النورمال، الالوان العاديه بتديك الوان زي الفل. فكك من وجع الدماغ اللي احنا بنقوله ده. من الاخر كده معلم، الكاميرا دي بتقول لك شوف انت عايز ايه وانا معاك. طيب لحد هنا كل اللي قلناه حلو وجميل وزي الفل، بس عادي يعني ممكن اظبطها بالموبايل. هنزل يا عم ابلكيشن تصوير احترافي على الموبايل وهظبط فيه كل الاعدادات اللي انا عايزها. بس اللي مش عادي واللي عمرك ما هتعرف تظبطه بالموبايل الجزء اللي جاي. طبعا ما ينفعش نكون بنتكلم عن الاوزمو بوكيت 3 ونفضل نصور في الاستوديو، لان هي اصلا كاميرا معموله عشان انت تطلع تصور بره البيت، فلوجات بقى وحتت بره وتصوير خارجي وكل الكلام ده. فعشان كده قلت ايه بقى، نخرج من الاستوديو شويه، ننزل نتفسح كده واخدكم معايا واوريكم ممكن نستفيد بالكاميرا دي ازاي بره البيت. في الحقيقة تجربة التصوير مع الأوزمو بوكيت 3 مختلفة تماما عن أي حاجة تانية أنت ممكن تكون صورتها. ده بالنسبة لي أول مرة أطلع أصور بيها كده بره البيت في مكان مفتوح. زي ما أنت شايف كده احنا بنستخدم دلوقتي المايك بتاع الكاميرا، فأنا مش عارف الصوت هيبقى عامل إزاي، بس أكيد أنتوا هتقولوا لي يعني. لو انت من هواة التصوير بره البيت وتوثيق اللحظات والمناظر الطبيعية، الكاميرا دي هتديك تجربة مميزة جدا، وده بفضل السنسور الواحد انش اللي بتتميز بيه الأوزمو بوكيت 3. والسنسور ده بقى عنده قدرة عجيبة في معالجة الألوان في جميع ظروف الإضاءة. هيديك ألوان حقيقية وديناميك رينج مظبوط، وده هيساعدك تطلع الفنان اللي جواك. وضيف على كده بقى ان تصميم الكاميرا دي وحجمها بيديها القدرة انها تتحط في اي مكان وتديك الكادر اللي انت عايزه من غير ما تحتاج ان يكون معاك حد علشان يساعدك. ولكن اعظم انتصارات الكاميرا دي هو هذا الجيمبل الميكانيكي ذو 3 محاور، قصة وحكاية ورواية. تجربة التصوير مع الجيمبل هي المعادلة الوحيدة اللي صعب توصل لها بالموبايل. والجيمبل ده بقى عنده قدرة غريبة على التكيف مع أصعب وضعيات الحركة. ده غير بقى ان هو بيديك اختيارات تحريك متعددة، يعني ممكن تخلي الحركة حرة وغير مقيدة باتجاه معين، منين ما ايدك هتروح هو معاها وبسلاسة غير طبيعية. وكمان بيديك القدرة على انك تثبته في اتجاه افقي، لا يطلع ولا ينزل، لدرجة انك لو موجه الكاميرا نفسها للارض هو برضو واخد الكادر اللي قدامك. وده هينقلك لمستوى في التصوير مختلف تماما. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي ممكن تحدد له هدف معين
يقفش فيه ما يسيبهوش مهما كنت بتتحرك. ولكن الميزة الأعظم من وجهة نظري هي ميزة الأكتيف تراكنج. اللي انت شايفه بقى ده دلوقتي هو من اعظم مميزات الكاميرا دي، اللي هو الاكتيف تراكنج. يعني انا دلوقتي محدد نفسي على الشاشة بتاعت الكاميرا، عملت تراك لنفسي وبتحرك قدام الكاميرا. انا حاطط الكاميرا على حاجة قدامي وبتحرك قدامها، هي متابعاني منين ما هروح هي معايا، حتى لو رحت اقصى اليمين اقصى الشمال، حتى مهما بعدت عنها هي معايا. معلش لو في دوشه في المكان اللي انا فيه، بس في ناس كتير يعني، فمعلش اعذرني. انا بس عايز اوريك، يعني لو ممكن نفتح كده فيديو من التليفون واوريك الحركه بتاعه الكاميرا عامله ازاي. بص كده، انا دلوقتي هسجل لك فيديو من التليفون وانا بتحرك. شوف الكاميرا بتلف معايا ازاي. احاول اعرض لك الفيديو ده في نفس الفيديو اللي احنا مشغلينه علشان تشوف الحركه بتاعه الجيمبل بتبقى عامله ازاي. منين ما اروح هي معايا، رحت شمال رحت يمين رحت اي حته هي معايا. الميزه بقى دي هتساعدك جدا لو انت واحد زي حالاتي بتطلع تصور مع نفسك، انت قررت في دماغك تطلع في حته تصور مع نفسك مش لاقي حد يصورك. الميزه دي هتحط الكاميرا على اي حاجه، هتعمل اكتيف تراكنج وهتلاقي نفسك جوه الكادر مهما رحت يمين شمال هي معاك، هي ما بتسيبكش، نزلت طلعت هي ما بتسيبكش. طب تعالى بقى نرجع للسؤال اللي احنا سالناه اول الفيديو خالص، هل الكاميرا دي فعلا هتفرق معاك؟ وهل انت تبدلها فعلا بالموبايل ولا هي مجرد رفاهيه ملهاش لازمه وعشان نبان بقى ان احنا محترفين ومعانا كاميرا احترافيه وكل الكلام ده؟ طيب بص هقول لك حاجه، لو انت بتصور جوه استوديو فالكاميرا دي هتديك مستوى سهوله زي بتاع الموبايل بالظبط، وهتضيف لك كمان حاجات تانية كتيره. قلنا انت ممكن تشوف نفسك في الشاشه وكل الكلام ده، وهتعرف تظبط الكادرات بطريقه اسهل وكل القصه دي. طب لو انت بقى بتصور بره الاستوديو، لو بتصور بره الاستوديو الكاميرا دي هتديك تجربه تصوير انت عمرك ما هتوصل لها بالموبايل. بس انا جربت، اصلا انا قعدت 3 سنين بصور بالموبايل، بس انا النهارده لما طلعت بالكاميرا دي وصورت بره انا خدت تجربه التصوير انا عمري في حياتي ما كنت هقدر اوصلها بالموبايل. حته ان انت ماسك الكاميرا بايدك وبتتكلم وانت ماشي وبتتحرك وبتطلع وبتنزل مع الثبات الغير طبيعي اللي احنا شفناه ده، طبعا دي في حته تانية. الحته دي عمرك ما كنت هتوصل لها بالموبايل. طبعا كل ده كوم، وحته الاكتيف تراكنج دي كوم تاني خالص. حته ان انت تحط الكاميرا قدامك تشغل الاكتيف تراكنج وتتحرك زي ما انت عايز وهي ملحقاك يمين وشمال، اكن بالظبط معاك واحد فوتوجرافر بيصورك، بس انت مش محتاج. انت هتاخد كاميرتك وتطلع على اي حته، حطها قدامك، ابدأ تصوير وروح وتعالى زي ما انت عايز، هي معاك ومش هتسيبك. طبعا ده مستوى من السهولة والأريحية هيساعدك ان انت تعمل محتوى اكتر لو انت واحد بتشتغل لوحدك يعني زي حالاتي كده، وهيشيل كمان من عليك حتة الكسل ان انت تظبط بقى مع حد تاني وتعالى وصورني وكل الكلام ده. انسى بقى القصه دي خالص. طب خلاصة الكلام بقى واجابه السؤال اللي احنا سالناه اول الفيديو، الكاميرا دي تستاهل ان انت تشتريها وتستاهل ان انت تبدلها بالموبايل، لان هي مش رفاهيه ومش اختيار انت بتختاره علشان بس تبقى جامد وواو ومعاك كاميرا بروفيشنال وكل القصه دي. لا، الكاميرا دي فعلا هتساعدك جدا 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 لو انت عايز تعمل محتوى، كمان هتدخل لك اختيارات واوبشنز زياده عمرك ما كنت هتاخدها بالموبايل. واسمع بقى مني الكلمتين دول، احنا لو كنا بنقول على التصوير بالموبايل اسهل حاجه وبتاع الناس الكسلانه اللي زي حالاتنا وكل القصه دي، احب اقول لك ان مستوى السهوله والكسل في الكاميرا دي اعلى بكتير قوي من الموبايل، وهتديك تجربه فعلا انا كنت مفتقدها. وبس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك انزل تحت دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي وفعل زرار الجرس علشان تفضل دايما معانا على التراك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.